كرشة يا ناس وفي رمضان والله العظيم ده كتير قوي علينا كتير. بصوا يعني محدش اكيد بيجيب الحاجات دي في رمضان، بس احنا عادي ممكن نجيبها حماية. بصوا يطلب اي حاجة في اي حاجة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بصوا بقى، كرشة في رمضان، كرشة في رمضان عادي خالص. يعني حماية بيحبها، فاللي هو قمت الصبح لقيت حماتي جايباها وبتعمل فيه. هي قامت الصبح بدري تجيب العيش، فلقت الجزار عنده الكرشة دي، وطبعا يعني حماية كان عايز. فلقتها بقى ان هي سنها صغير وحلوة، ويعني عرفت ان هي مش هتغيب، فجابت بقى. يعني هي جابت 5 كيلو تقريبا، 5 كيلو. وقمت لقيتها بتعمل فيها. المهم بقى مسكت كملت معاها، عملت الباقي معاها. يعني هي كانت عملت كمية وباقي كمية. المهم زي ما انتوا شايفين كده، اللي هو بتمشي بس كده السكينة عليها. بسم الله ما شاء الله. الصراحة أول مرة أشوف كرشة حلوة قوي كده، وبتتنضف حلو يعني. بتتنضف بسهولة جدا يعني بإيدك، حتى مش محتاجة سكينة. يعني هي ماسكة السكينة بس. أنا والله العظيم كنت بعملها بإيدي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بالله عليكم ما تنسوا اللايك. الناس كتير قوي بتنسى اللايك. ما تنسوش اللايك وتكتبوا كومنت حلو يشجعني. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم، وربنا يا رب يبلغنا رمضان. بصوا، هنا بقى كنا خلصناها كلها وكنا هنغسلها بقى. يعني احنا كده خلصناها وقلت بقى ان انا هقوم اغسلها. مسكتها غسلتها بقى غسلة، يعني غسلة محترمة. عايزة اقول لكم ان الكرشة دي انا بفضل اغسل فيها ممكن نص يوم عادي خالص، ما عنديش مشكلة. المهم ان هي تبقى بصوا فل كده، يعني ما فيهاش الهوا. حتى الدهن اللي ورا ده بيتشال كله كله. يعني بسيبها يعني. مش عايزه اقول لكم، ممكن اقطع منها حتت كمان ارميها، يعني عندي وسواس. المهم بقى، مسكتها غسلتها كويس، وزي ما انتم شايفين اللهم بارك بيضه بيضه. يعني عايزه اقول لكم يا جماعه بتوع يع وخي والكلام ده، يعني ممكن عادي يسيبوا الفيديو. بس حطوا لايك الاول واكتبوا كومنت حلو. آم، مسكتها. عايزه اقول لكم الايه الاول. اليوم ده انا عيالي ما دخلوش شقه حماتي خالص. يعني بنتي ما كلتش اصلا. كنت عملت لهم مكرونه، بس هم اصلا عشان ريحه الكرشه قرفوا ياكلوها، فقعدوا طول اليوم يعني اللي هم مش عايزين يدخلوا الشقه، مش عايزين ياكلوا، عمالين يشتموا فينا ايه القرف ده مش عارفه ايه. بس هي والله يعني هقول لكم ازاي تخلوها ما فيهاش اي زفاره خالص 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 والله العظيم، وبتبقى ريحتها جميله. انا هنا بعد ما غسلتها كذا مرة وحكيتها بالسكينة كذا مرة، بحط عليها كمية ملح كتير. ملح خشن، ملح ناعم عادي اي كمية. طماطمتين تلاتة بقى كده، وتعصروهم بايدك او الكمية اللي انت عايزاها. الطماطم دي ما بتسيبش ريحة زفارة في اي حاجة، ان كان سمك، ان كان كرشة، ان كان ممبار، اذا كان بط، فراخ، لحمة. بصوا الطماطم دي اختراع. جميلة جميلة جميلة. هنا انا حطيت طماطم، وحطيت ملح، وحطيت كمان ليمون. بصوا التلات مكونات دول بس مع بعض. امسكيها بقى انت، بصي اكنك بتغسلي كده كذا فم. يعني شفتوا لما بتمسكي الهدوم تغسليها على ايدك؟ هو ده بالظبط اللي انت تعمليه معاها. تمسكيها تدعكيها كويس قوي قوي بايدك، يعني تمسكيها كده زي اكنك بتغسلي هدوم بالظبط. وبعد كده بقى بتنقعيها وتسيبيها في المحلول بتاعها. بصي والله العظيم هتدعي لي على يعني هو بس كده. الطماطم مش كل الناس تعرفها. في ناس تعرفها، بس في ناس ما تعرفهاش. فاللي ما يعرفهاش هيستفاد. يعني مش شرط كلنا عارفين كل حاجة، وانتي ما بتقوليش حاجة جديدة او كده. مش كل الناس عارفة الكلام ده. والله العظيم انا عارفة الكلام ده من زمان جدا، يعني من اول ما بدأت ان انا اعمل او اغسل الحاجات دي او ادخل المطبخ وانا عارفه موضوع الطماطم ده. والله العظيم انا معديه، يعني مش عايزه عشان الحلفان اول امبارح او اول مش فاكره كويس، عشان خاطر برضو انا حالفه. معديه واحد بتاع كرشه بيبيع لواحده. كنت بجيب لبس العيد لبنتي، وهو بيقول لها هاتي طماطمتين وليمونه وامسكيها دعكيها كويس بيها. قالت له يا طماطم؟ قال لها ايوه الطماطم هتخلي لك الكرشه ما فيهاش اي ريحه زفار. يعني بتاع الكرشه بيقول لها، فاللي هي واقفه مستغربه. يعني فاهمين إن معنى كده ان في ناس كتير ما تعرفش. المهم بقى، بعد ما خلصت
سبتها تتنقع بقى براحتها. وطبعا ما ينفعش اسيب البوتاجاز، كنا بنعمل عليه البوتاجاز كنا سالقين طماطم نعملها صلصة عليه وفغرت على البوتاجاز. ولما ولعنا البوتاجاز الطماطم اتحرقت على البوتاجاز، بس اللي هو ما فيش اي دهون ولا اي حاجة عادي. البوتاجاز نضيف يعني، هو الجنب بس اللي اتحرق عليه الطماطم والجنب التاني مكان بس الطبيخ والحاجات دي. وبرضو كان في واقع بعد حتة كرش عليه، فاللي هو بقى قلت لازم اغسله وانضفه عشان المطبخ يبقى معايا زي الفل. تالت حاجة عشان خاطر الريحة، التنظيف اللي انت نضفتيه تتخلصي منه من المطبخ، ما تحطوش في كيس الزبالة خالص خالص ولا الباسكت، لا انت تعبيه في كيس وعلى برميل الزبالة في الشارع على طول. ما تسيبيهاش في المطبخ. بصي انهي او امحي اي اثر خالص للكرشه، هي في المحلول بتاعها ده عمرها ما هتطلع ريحه. طيب عايزين اي حاجه تخص الكرشه تتغسل، اي حاجه مطلع كرشه تتغسل، اي حاجه بقى وبر الحاجات السمرة اللي بتطلع دي تترمى في الشارع على طول في صندوق الزباله، ما تفضلش في المطبخ. انسي بقى ان المطبخ يكون فيه اي ريحه كرشه خالص. ماشي. دي رابع حاجه. خامس حاجه بقى، انا خلاص غسلتها كويس، جبت الحله اللي انا هطبخها فيها وهشيلها بقى من الطماطم دي. هحاول عشان قشر الطماطم برضو والليمون والحاجات دي، هحاول ان انا اشيلها حتتين بحتتين كده عشان خاطر يعني ما يبقاش فيها قشر طماطم. وطبعا حتة القشرة اللي بشيلها برميها على طول، واللي بشوفها بشيلها، واللي موجودة عادي يعني. الطماطم مش حاجة وحشة، فاهمين؟ فالمهم انا شلتها كلها بقى من المحلول اللي انا كنت عاملاها فيه بقى عشان الزفارة. والله العظيم الكرشة مفيش اي ريحة للكرشة خالص. هقول لكم بقى على خامس حاجة. ايوه، ان انا بحطها في الحلة اللي هطبخها فيها دي واسيبها على البوتاجاز حوالي 10 دقايق من غير اي حاجة خالص، من غير ما بحط عليها اي حاجة. انا كده حطيتها وهمسكها اغطيها. بصوا هتلاقيها صفت ميتها والزفارة بتاعتها وكل ده، يعني بتلاقي المية غطت الكرشة دي اصلا. طبعا اليوم ده كان اصلا النور قاطع من اول اليوم، فاللي هو كنا شغالين على نور الشباك كده بقى ايه. لما النور قاد الدنيا نورت والدنيا بقت كويسة. شايفين المية بقى اللي عملت، المية اللي صفت منها، انتي بتمسكيها بقى تصفيها بقى، ما تسيبيش فيها اي حاجة كده بقى، تضمني ان الكرشة معاكي مش هيبقى ليها اي ريحة ولا اي حاجة خالص. شايفين؟ ده بعد مثلا 10 دقايق او ربع ساعة بتنزلي بقى بتصفي المية دي كلها. الكرشة معاكي بقت خلاص صفت كل اللي فيها، اتغسلت غسلة محترمة. تعالي للبهارات بقى. طماطمتين 3 كده، قرنين فلفل. الفلفل بيحوش الريحة خالص خالص. والبصل بقى بصلتين 3 برضو. انا بقولكوا ان انا عاملة 5 كيلو، ممكن مثلا حد يعمل 3 كيلو 2 كيلو، فاللي هو هيحط حاجته معاه. حطيت جوزة الطيب، رشة جوزة الطيب، حطيت حبهان وكبابة صيني، وحطيت مستكة وعود قرفة خشب، وحطيت ورق لوري، وحطيت فلفل اسود وملح. اللي هو انتي حطي البهارات اللي انتي بتحبيها. بصوا ريحتها كانت في حتة تانية خالص، يعني ما شاء الله كانت جميلة جميلة. طبعا يعني هنا انا زودتها مية، وانا عيالي قاعدين جنبي مش عاجبهم الكلام على فكرة. هي يا اسيه ايه؟ طب ماشي. لا دي نعمة ربنا، انتي متحبهاش، احنا بنحبها. انا ف عايزه اقولك على حاجه. ايوه. مم. عليك ثواني. قولي بس. قولي يلا بس انا سامعاكي. بعد ما زودت لها بقى ميه وسبتها كده تستوي، احنا بنحبها طبعا في طماطم، ما بنحبش الشوربه تبقى بيضه زي ما انتوا شفتوا كده. بنعمل ايه عشان بتحليها وبتخلي ريحه مميزه كمان ليها؟ طبعا جبت الحله دي، حطيت شويه زيت كده حلوين، وحطيت حوالي معلقه توم مفرومه. عايزه اقول لكم انا مزوده الزيت ومزوده التوم، لان انا بعمل الصلصه دي احط نصها ليها ونصها اسيبها للمكرونه. يعني هي الصلصه زي صلصه المكرونه، فاللي هو قلت اعمل صلصه واحده وهقسمها هنا لدي. وانا مش عايزه اتكلم يعني، انتوا فاهمين، قاعدين جنبي مراقبين. عملت نصها هنا ونصها للمكرونه. الصلصه اللي انا عملتها دي طبعا بعد ما حمرت كده فص الثوم، حطيت الطماطم طبعا مفرزاها، فاللي هو ما خدتش اي وقت مني خالص. هنا شايفين بقى طبعا الكاميرا كانت فصلت. هنا كنت حطيت الطماطم، عامله كميه زي ما قلت لكم عشان اقسمها.
ولما اتسبكت بقى يعني قسمتها، حطيت نص هنا ونص هنا. وطبعا بقى ايه، بتخلي الكرشة في حتة تانية خالص. احنا بنحبها بالتومة. بنعمل الكرشة والكوارع لحمة الراس بنفس الطريقة دي، طريقة واحدة يعني. احنا منحبش الكوارع بشوربة بيضة، لا بنعملها الطماطم التسبيكة دي. لحمة الراس نفس النظام بنفس التسبيكة. اللي هو ما بنحبش الحاجات دي بشوربة بيضة عادية، لا بنعمل لها طماطمة بتوم كده والتسبيكة بتخليها في حتة تانية خالص. طبعا احنا كل واحد يعني على حسب ما بيحب، وعلى حسب كل واحد وذوقه. فاللي هو كل اللي يعجبك والبس اللي يعجب الناس. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هنا بقى خلاص كنت سبتها تستوي براحتها بقى خلاص. طبعا عارفة ان في ناس بقى تقعد تقول يا وخي ومش عارفة ايه، فهي اذواق. بعد ما سبتها بقى قلت ان انا اعمل شويه تمر هندي كده. طبعا بيشيلوا العطش خالص. التمر الهندي احنا بنحبه. فاللي هو بقى ايه، ببل حته كده صغيره في ميه سخنه عشان خاطر تعمل بسرعه، تبوش بسرعه، واصفيها بسرعه. بنحب التمر الهندي خالص يعني. انا بحس ان هو كده يعني اكنه ميه، مش اكنه ميه بقى، يعني اكنه ميه في انه بيروي العطش، ان هو ما بيخليش الواحد يعطش. فانا بسيبه كده في الميه السخنه، وبعد كده بصفيه وبحط له الميه بتاعته والسكر وبس كده. ما فيش ازيد من كده، سهل خالص. هنا كنت سلقت برضو المكرونه وجيت على الصلصه وحطيتها بقى. كنت سلقت كيسين مكرونه وقلبتهم بقى في الصلصة. طبعا الجماعة اللي ما بياكلوش كرشة، فاللي هو بقى اصلا لا اكلوا ده ولا اكلوا ده. مش عارفة كان في ايه، هم اصلا كده يعني. لما بنعمل حاجة مش على مزاجهم، فاللي هم بيمنعوا اصلا اي اكل خالص، مش هي بس لا، بيحسوا ان هم كل الاكل هي الاكلة دي. عملت شوية مكرونة كده وحطيتهم، وعملت شوية رز وبس. هو ده كان يعني الفطار بتاعنا. مفيش يعني اسهل من كده. الكرشة ما خدتش وقت، اللي هي معذبتناش. هي بتاخد وقت شوية على البوتاجاز، واحنا بنحبها مستوية قوي يعني. فاللي هو كان يوم خفيف يعني، مش كده. طبعا بقى انا ما لحقتش اصور، طبعا المغرب جدا كله قاعد ياكل، فانا قلت خلاص انا اصور لكم انا من اكلي ومن طبقي. و... ودي كانت الكرشة بقى في الاخر. ما تنسوش تحطوا اللايك وتشتركوا في القناة وتكتبوا كومنت. مع السلامة.